لو فاكر ان الحرب خلصت وان الهدنه مستمره فلازم تشوف الفيديو ده. خليني اقول لك اخر التطورات اللي ممكن ترجعنا تاني للنقطه صفر وتنسف الهدنه تماما. ترامب بيهدد ايران وبيقول انه هيضرب كل البنيه التحتيه لو ما تمش الوصول لاتفاق، وبيقول ان بكره الاثنين 20 ابريل هيكون وفد امريكي بتاع التفاوض هيوصل باكستان. الوفد ده فيه مين بقى؟ ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، والاهم جي ديفانس نائب الرئيس الامريكي، زي ما بيقول كده مصدر مطلع لشبكه NBC الامريكيه. ترامب بقى بيحط شرط خطير جدا. معنى الكلام كده انه لو الوفد ده ما اتصلش بيه وقال ان تم الوصول لاتفاق فهو هيدمر كل كوبري وكل محطه طاقه في ايران. لا ده كمان بيتلكك لايران وبيقول ان هم خرقوا وقف اطلاق النار وضربوا بعض السفن اللي كانت بتحاول تعدي من مضيق هرمز. طيب ده موقف امريكا وعرفناه من المفاوضات. الموقف الايراني ايه بقى؟ رد فعل ايران على التهديدات الامريكيه غريب جدا. وكاله تسنيم الايرانيه بتقول ان اصلا ما تمش الوصول لاتفاق او اتخاذ قرار اننا نبعت اصلا المفاوضين بتوعنا لباكستان. يعني لحد دلوقتي مش عارفين يبعتوا ولا مش هيبعتوا. الوكاله القريبه من الحرس الثوري الايراني بتاكد في نفس التقرير وبتقول ان تبادل الرسائل ما بين ايران وما بين امريكا لم يتوقف من ايام المفاوضات الاولانيه، وده عن طريق الوسيط الباكستاني. الوكاله دي بتاكد بقى على لسان مصادر من الوفد المفاوض الايراني بيقولوا ان طالما ترامب مكمل في حصاره البحري لمضيق هرمز فاصلا المفاوضات دي ممكن ما تنجحش وممكن ما تتعملش من الاساس. يعني الطرفين بيصعدوا الموضوع. خد بالك ان لغه ايران ولغه امريكا هي التصعيد، والتصعيد ده يا صديقي بيبقى طبيعي في وقت المفاوضات. قبل القعاد على طاوله المفاوضات ممكن كل طرف بيعلي من نبرة التهديد والوعيد والرسائل اللي بيبعتها للطرف الثاني علشان لما يقعد يبقى بيتكلم من منطق قوة ومنطق تهديد، بحيث انه يفرض رأيه ويفرض شروطه على الطرف المفاوض. كل طرف هنا بيمارس ضغوطه الإعلامية والنفسية على الطرف الثاني. طيب احنا عرفنا كده موقف أمريكا وموقف إيران والتصريحات الأخيرة قبل الجلوس على مائدة المفاوضات. مضيق هرمز بقى أخباره ايه دلوقتي؟ مفتوح ولا مقفول ولا ايه الوضع؟ أقول لك إن يوم الجمعة إيران كانت فتحت المضيق والدنيا تمام قدام الملاحه البحريه، واسعار البترول نزلت والنفط نزلت وكل العالم اتبسط والحياه تمام والكل كان متفائل. تقوم امريكا تعمل ايه بقى؟ تقول معلش يا جماعه المضيق مقفول ولسه محاصر. بس محاصر على مين؟ على كل السفن الايرانيه او اللي جايه من المواني الايرانيه. وتم فعلا اعتراض بعض نقلات البترول اللي كانت رايحه من ايران للصين، والمسموح ليه بس هو البترول او السفن اللي خارجه من دول الخليج العربي او اللي داخله لدول الخليج. تقول لي يا بهاء طب ما الدنيا كانت حلوه اهي، ما يخلوها ماشيه. لا معلش احنا موقفين الدنيا والحصار المفروض يبقى شغال علشان احنا عايزين نملي على ايران شروطنا ويوافقوا على كل شروط امريكا. ترامب نفسه كان متناقض في تصريحاته، كتب على تروث سوشيال ان المضيق مفتوح ومبروك يا جماعه ودي خطوه ايجابيه وخطوه كويسه، بس كتب تاني على تروث سوشيال ان المضيق محاصر قدام السفن الايرانيه، وده لحد ما يتم التفاوض وانهاء الاتفاق مع رسمي مع ايران. تقوم ايران تعمل ايه بقى؟ تهدد كل السفن اللي خارجه من المضيق وتقول انها هتستهدفها لو فكرت بس انها تعدي. وفعلا يا صديقي تم ضرب او تم اطلاق نار على سفينه هنديه كانت نقله بترول من العراق للهند. ضرب النار ده ما كانش على السفينه مباشره بس كان بالقرب منها، وده كان كافي علشان يهدد السفينه ويرجعها تاني للخليج العربي. اقول لك بقى المفاجاه ان السفن دي كانت موافقه على دفع الرسوم اللي ايران قالتها عليها اللي هي 2 مليون دولار على كل سفينه. بس برضه لا محدش هيعدي من هنا. احنا لسه مستمرين في الازمه، والمفروض ان الوفد الامريكي هيوصل الاثنين 20 ابريل والعالم كله منتظر نتيجه المفاوضات دي. هل بقى المفاوضات دي هتتم فعلا وايران هتبعت الوفد بتاعها فعلا لباكستان ولا ايه اللي هيحصل؟ الساعات اللي جايه مش بعيده وهي الوحيده اللي هتجاوبنا على كل التساؤلات دي. علشان تعرف اخر التطورات تابعنا في النقطه صفر.